اهلا بحضراتكم مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقراتنا ووصلنا معاكم لفقرة خاصة عن الاقتصاد الاخضر. طبعا في وقت بيواجه فيه العالم تحديات مناخية وبيئية الحقيقة كبرى. التنمية مش مجرد بس ارقام، ما بقتش خلاص مجرد ارقام، ولكن هي اصبحت بترتبط ارتباط وثيق جدا بمدى استدامتها وحفاظها على كوكب الارض، وايضا حقوق الاجيال اللي جايه. من هنا برز مفهوم الاقتصاد الاخضر كطوق نجاه ومحرك اساسي للتنميه والمستقبل. النهارده بنفتح هذا الملف، ملف الاقتصاد الاخضر، بنناقش هذا الملف ومستقبل التنمية في مصر وكيف تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو هذا التحول الاستراتيجي. بيسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور إسلام قنديل، أستاذ النباتات بكلية العلوم جامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا دكتور إسلام، منورنا. أهلا بنور حضرتك يا فندم. خلينا نتعرف الأول على الاقتصاد الأخضر، توضيح لهذا المفهوم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأسرة تلفزيون القناة وبرنامج يوم جديد على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن ملف من أهم الملفات الاستراتيجية التي تحظى برعاية الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وهو ملف الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. في الحقيقة العالم بيواجه قضايا وتحديات خطيرة جدا، على رأسها القضايا البيئية وتشوه النظام البيئي لكوكب الأرض وارتفاع درجة الحرارة وتغير المناخ وانعدام السيادة الغذائية وظواهر زي التصحر والفيضانات وكل هذه الأمور. فبدأ العالم يتجه إلى اتجاهات جديدة، إن احنا لازم نشوف سبل بديلة إن احنا نحافظ على كوكب الأرض، وفي نفس الوقت نتجه إلى طريق الاستدامة أو طريق الخلاص للعنصر البشري اللي هو ما يقرب من 8 مليار مواطن يقطنون هذا الكوكب. فكان اتجاه جميع الدول اللي هو اتجاه إلى الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأخضر هو طوق النجاة زي ما حضرتك قلت لكوكب الأرض أو للدول اللي بتسعى أنها تعمل نمو اقتصادي وأنها تحسن من مستوى معيشة المواطنين. وهو بشكل بسيط احنا بنعرفه أن هو نموذج اقتصادي، نموذج متكامل بيهدف إلى حفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والنفايات الخطرة. بمعنى أن أنا عايز أطلع منتج، المنتج ده يساعدني في خطط التنمية الاقتصادية، بس في نفس الوقت المنتج بتاعي ده يبقى صديق للبيئة. وهنا الاقتصاد الأخضر هو قريب من الاقتصاد التقليدي، ولكن بيختلفوا في حاجة واحدة. الاقتصاد التقليدي بيهدف الى الربح والنمو، وان انا احقق ارقام كبيره وان انا احقق نمو اقتصادي، ولكن ما البيئه مش في حساباته خالص. يعني بيعتبر البيئه مصدر للثروات، بينهب منها اللي هو عايزه، ما بيحافظش على البيئه. بعكس الاقتصاد الاخضر بيهتم ان هو يحافظ على البيئه. هدفه الاساسي هو الحفاظ على البيئه. الاقتصاد الاخضر بيعتبر البيئه شريك في عمليه التنميه المستدامه، بعكس الاقتصاد التقليدي بيعتبر البيئة مصدر للثروات، حاجة يستفيد منها بس. ومن هنا بقى بيجي اختلافه عن المفاهيم الاقتصادية الأخرى، ان هو بيرتكز أو بيركز على الاهتمام بالبيئة، وده ومش كل مش بمعزل عن التنمية، لا، هي بيدمج موضوع ان انا احافظ على البيئة واعمل تنمية مستدامة من خلال ان انا كمان احافظ على البيئة. كلام مقيف. طيب من منظور علمي، الركائز الأساسية اللي بيعتمد عليها هذا النوع من الاقتصاد ايه؟ تمام. هذا النوع من الاقتصاد يعني بيعتمد على ان احنا عدة مواضيع، منها ان احنا نتوسع افقيا ونتوسع في زيادة الحاصلات الزراعية وزيادة العرض والطلب على هذه المنتجات. الاقتصاد الاخضر هو نموذج ناجح لكل الدول، تقدر كل الدول تستفيد منه، انها تتحول الى سياسات صديقه للبيئه. وفي نفس الوقت انت الاقتصاد الاخضر بتاعك، انت عشان تصدر المنتج بتاعك بره او تستفيد من الاقتصاد الاخضر، في مجموعه من المعايير لازم تمتثل لها وتطبقها، معايير دوليه. هذه المعايير انت بدون الاقتصاد الاخضر مش هتعرف تنفذها. يعني احنا بنعتبر ان الاقتصاد الاخضر ده جواز سفر المنتجات الزراعيه الى الخارج، عشان تطبق معايير بيئية والبصمة الكربونية والاستدامة والاشتراطات المطلوبة عشان المنتج بتاعك يقدر ينافس في الأسواق العالمية. فهو بيديك ميزة تنافسية، ان هو بيفتح لك أسواق بره، بيخلي المنتج بتاعك يكتسب ميزة تنافسية قوية جدا، وفي نفس الوقت هو بيحافظ لك على البيئة اللي انت عايش فيها. احنا مشكلتنا كلها بتبقى في المبيدات الكيميائية، انها بتتسرب لباطن الارض، فبالتالي بتلوث المياه الجوفيه، بتكون في الرش الارضي والرش الجوي والتعفير، بتكون في السياسات الغير مستدامه، زي مثلا ان انا اعتمد على الري بالغمر واهدر موارد المياه اللي موجوده، ما بتبعش مثلا انظمه الري الحديثه زي السمارت اجريجيشن والكلام ده كله.
فالقصه كلها ان هو بيحسن لك اداره المورد، وفي نفس الوقت بيحافظ لك على الاستوك او المخزون اللي عندك كمخزون استراتيجي للاجيال القادمه. تمام. في البعض بيعتقد ان الاقتصاد الاخضر قد احيانا يعني بيعطل عجلة الانتاج السريعة مقارنة بالاقتصاد التقليدي او الاقتصاد البني كما يطلق عليه يعني. ازاي ان انا اقدر احقق التوازن ما بين النمو الاقتصادي وايضا في نفس الوقت ان انا احافظ على البيئة، وده الهدف الاساسي من الاقتصاد الاخضر. هل فعلا مقولة او رؤية البعض ان هو ممكن يعطل وتيرة التنمية مقارنة بالاقتصاد التقليدي ولا لا؟ لا، الكلام ده مش واقعي. هي نفس خطوات التصنيع ونفس خطوات الاقتصاديه في الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الاخضر، نفس السيكونس. هو كل الاختلاف بس ان انا بتبع سياسات اكثر استدامه واكثر امانه، ان انا اتخلص الامن من بتخلص من النفايات بطريقه امنه. المنتج بتاعي بيبقى صديق للبيئه، بيمتثل لمعايير معينه. هي نفس الامور يعني، ما بيبقاش فيها اختلاف كبير جدا. بل بالعكس، انت مثلا لو انت انتجت منتج بطريقه الاقتصاد التقليدي، انت هتلاقي صعوبه في تسويقه، مش هتعرف تصدره بره، مش هيعرف ينافس المنتجات الخارجيه. بعكس الاقتصاد الاخضر، المنتج بتاعك بيكون يعني قابل للتسويق، وكل الدول بتبقى لان الدول دلوقتي خلاص كلها تقريبا تتجه نحو هذا النوع من الاقتصاد. رقم اتنين، انت اي دوله لو توسعت في الاقتصاد التقليدي هيجي عندها فتره ان الاقتصاد بتاعها هيتاثر، لان هينتج عنه زياده الانبعاثات الكربونيه وزياده المخلفات. وزياده الانبعاثات الكربونيه هترفع درجه حراره كوكب الارض، ولو درجه حراره كوكب الارض ارتفعت، المحاصيل الزراعيه سنويا بتتاثر، بتفقد انتاجيتها 4.4% من الانتاجيه الزراعيه سنويا بسبب ارتفاع درجه الحراره 1 درجه سنويا. وبالتالي انا مثلا كدوله بتسعى انها تحقق السياده الغذائيه او الامن الغذائي، او بتسعى انها تنافس بصادراتها الزراعيه في الخارج، مش هتعرف تنافس بدون الاقتصاد الاخضر. لان الاقتصاد التقليدي ده شيء قديم خلاص، ما فيش توجه عالمي عليه. وفي نفس الوقت انت في جهات دوليه زي الهيئه الدوليه المعنيه بتغير المناخ او IPCC، دي بتحس دول العالم على التحول الى الاقتصاد الاخضر، عشان ان احنا نتبع اساليب واساليب ان احنا نحافظ على كوكب الارض من الانبعاثات الكربونيه الضاره ومن الغازات اللي موجوده والامور دي كلها. وبالتالي كل ده مش هيجي الا لما انا اتبع اساليب الاقتصاد الاخضر، وان انا اتحول الى التنميه المستدامه، واخد الطريق ده كطريق رئيسي لاي دوله للنهوض بالعمليات الاقتصاديه. زي كده فكرة ان انا اواكب التطور التكنولوجي اللي بيحصل، وانا لو وقفت محلك سر كده مش هتقدم، مش هيحصل اي حاجة. التحول نحو الاقتصاد الاخضر او استخدام الاقتصاد الاخضر ده برضو نوع من انواع مواكبة التطور اللي احنا عايشين فيه، واللي لو اتأخرنا فيه مش هنقدر نتواكب او يعني نتماشى مع الرؤية العالمية للاقتصاد بشكل عام. خلينا نتكلم بقى على مصر. مصر قطعت شوط كبير في هذا الملف من خلال مشروعات قومية وضمن رؤية 2030 نحو التنمية المستدامة. حضرتك بتقرأ ازاي رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؟ تمام. خلينا نتفق ان مصر بعد مؤتمر قمة الاطراف اللي هو COP 27 في شرم الشيخ قطعت شوط كبير جدا في التحول الى الاقتصاد الاخضر، وانتقلت مصر من مرحلة التعهدات الى مرحلة التنفيذ. وبدأت الدولة المصرية تتحول إلى الاستدامة في عدة قطاعات، منها قطاع النقل وقطاع الكهرباء وقطاع الزراعي وكل هذه الأمور. على سبيل المثال، مصر وضعت استراتيجية اسمها الاستراتيجية الوطنية المصرية للكهرباء 2040. مصر بتستهدف ان الطاقة الكهربائية الناتجة من الطاقة الشمسية او الطاقة المتجددة انها تساهم بنسبة 42% في الشبكة القومية للكهرباء كطاقة نظيفة عشان تقلل الانبعاثات الكربونية. وده كان نتاج لانتقال مصر من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ في مؤتمر COP 27. وكان بقورة هذه الأعمال هي محطة بنبان للطاقة الشمسية اللي احنا بنعتبرها 30 محطة للطاقة الشمسية موجودين في محافظة أسوان، بتنتج كهرباء تعادل 90% من إنتاج السد العالي. النقطة الثانية ان انا بهذه المحطات انا خفضت الانبعاثات الكربونية على مستوى القطر المصري بنسبة 64%. مصر لما وقعت اتفاق كيوتو عام 2005 اللي هو كان في اليابان بخصوص الانبعاثات الكربونية، كان حجم الانبعاثات الكربونية الصادرة عن القطر المصري أقل من 6/10. ومع ذلك مصر مش من أكثر الدول اللي بتساهم في الانبعاثات الكربونية. ده مصر من أقل الدول على مستوى العالم، ولكنها مش محمية من أخطار التغيرات المناخية. ولكن الدولة المصرية
كدولة أخذت على عاتقها إنها تكون من الدول الإيجابية على مستوى العالم، وإنها تساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية. مصر عملت محطة بنبان عشان تخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 64%. أيضا انتقل العمل من محطة بنبان في أسوان إلى محافظة المنيا خلال الأسبوع الماضي. كان في افتتاح مشروعين عملاقين في محافظة المنيا. المشروعين دول لهم تكلفة استثمارية برضو في مجال الطاقة الشمسية 2.6 مليار دولار. في مشروع فيهم تحالف نرويجي مصري، وفي مشروع تحالف مصري إماراتي. المشروع الأول كان حاطين له تكلفة تقديرية تقريبا 1.8 مليار دولار، مليون دولار، مليار دولار، والمشروع الثاني كان 764 مليون دولار. المشروعين دول بقى مش إنتاج طاقة شمسية بس، المشروعين دول هيبقوا أكبر محطتين لتخزين الطاقة الشمسية في العالم. وطبعا محافظة المنيا اختاروها لأنها طبعا الظهير الصحراوي بتاعها كبير جدا، يقدر ان هو يستوعب هذا العدد من هذه المشروعات. رقم 2 ان المحافظة بتقع في منطقة الحزام الشمسي او التعامد الشمسي على مدار العام. وكان الهدف الثالث ان احنا سهولة ربطها بالشبكة القومية للكهرباء والكلام ده كله. فالدولة المصرية في موضوع الطاقة المتجددة او الطاقة النظيفة لا اشتغلت على الموضوع ده عشان تخفض الانبعاثات الكربونية، ومش بس على مستوى الطاقة الشمسية. ده احنا عندنا محطة زي محطة رياح راس غارب اللي هي منطقة جبل الزيت والزعفرانة واقليم البحر الاحمر. معروف ان المنطقة دي ومنطقة عتاقة معروف ان المنطقة دي نشطة في الرياح. الدولة المصرية بدأت تركب توربينات رياح. هذه المحطات نتج عنها انها بتنتج كهرباء تكفي 900 الف منزل. والمشروع ده بقى مش مشروع حكومي، ده مشروع بيشمل شركات القطاع الخاص. يعني المشروع ده تم تصنيفه طبقا لشركة بي البريطانية ان هو من افضل 15 مشروع على مستوى العالم في الطاقة النظيفة. تمام. وده كان من المشروعات الجميلة جدا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للدولة المصرية. والموضوع ما توقفش عند كده برضو. الدولة المصرية في النقل بدأنا نشوف القطار الكهربائي الخفيف اللي هو LRT، شفنا اللي هو القطار الكهربائي، وشفنا المونوريل. كل الامور دي كلها بتشتغل. الدولة المصرية بدأت تشغلها بطاقة نظيفة وطاقة متجددة. وبدأت الدولة المصرية تدخل موضوع الغاز الطبيعي في تشغيل وسائل المواصلات، لأن الغاز الطبيعي بيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 18% عن البنزين والسولار والمازوت والمشتقات النفطية. فنقدر نقول ان الدولة المصرية لا اخذت على عاتقها انها تتحول الى الاستدامة وتتحول الى الطاقة النظيفة. زي ما قلنا الاستراتيجية المصرية لها 2040 انها عايزة تدخل 42% من الطاقة المتجددة في القطاع الكهربائي. وفي نفس الوقت الدولة المصرية عايزة تحافظ على القطر المصري من الانبعاثات الكربونية. وعايزين نصدر او نوصل رسالة للعالم ان الدولة المصرية بتلتزم بالمعايير والبروتوكولات والاتفاقيات الإطارية الصادرة عن مؤتمرات قمة الأطراف والهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ. تمام. في صورة ذهنية كده قديمة بأن دايما المشروعات البيئية مرتبط بيها جملة أنها مكلفة وغير مربحة. على المدى القصير ازاي قدر الاقتصاد الاخضر او يصحح ازاي الاقتصاد الاخضر هذه الفكرة او العوائد الاستثمارية الحقيقية للاقتصاد الاخضر؟ تمام. خلينا نقول بس ان اي خطوة احنا بناخدها في موضوع التحديات البيئة دي خطوة ايجابية على ارض الواقع. لان انا عندي مشكلة سلبية، انا لو ما قدرتش اتغلب عليها واحولها لمشكلة ايجابية انا بعلن فشلي او بعلن اسلامي كدولة. تمام. يعني احنا عندنا مثلا كان عندنا في كارثة بتشوه النظام البيئي المصري، مياه البرك والمستنقعات ومياه الصرف الزراعي والصناعي دي وعندنا المصارف موجودة في مصر. لو احنا ما توسعناش في محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي انا هسيب الكارثه زي ما هي. طب انا حاولت ان انا اعالجها، انشئ محطات وعملت معالجه للصرف الزراعي والصناعه والصحي. انا الميه دي بخلطها مع مياه نهر النيل بنسبه 1:1 واستخدمها في العمليات الزراعيه، وبالتالي ساهمت ان انا اوسع الرقعه الزراعيه للدوله المصريه. يعني انا الزمام الزراعي عندي كان 6.4 مليون فدان، وصلت ان انا بقى عندي 9.4 مليون فدان في العام الزراعي الماضي اللي هو 2024 2025. وبالتالي انا بقدر احول النقطه السلبيه لنقطه ايجابيه. رقم 2 ان انا مثلا لما يكون عندي مثلا المشتقات النفطيه زي البنزين والسولار والمازوت والفحم الحجري، الحاجات دي كلها بينتج عنها انبعاثات كربونيه ضاره. لما ابدا اتحول الى الطاقه النظيفه واستخدم الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح واستخدم الغاز الطبيعي، انا بحافظ على العنصر البشري، لان انا برضو كدوله ليا ان انا احافظ على المواطن بتاعي.
احافظ عليه صحيا، احافظ عليه تعليميا، ادعمه اجتماعيا، الامور دي كلها بحميه من الملوثات ومن الاخطار. وفي نفس الوقت انا تكلفه التشغيل للغاز الطبيعي والطاقه المتجدده اقل من المشتقات النفطيه. انا كدوله بستفيد ان انا بقلل الفاتوره الاستيراديه للبنزين والسولار والمازوت والامور دي كلها. رقم اتنين، انا لما احول كارثه بيئيه زي لما اعمل محطات لمعالجه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، انا بستفيد اصلا ان انا بزود الرقعه الزراعيه، وبالتالي انا هبدا انتج منتجات كتير، فيحصل عندي سياده غذائيه. ولما يحصل عندي سياده غذائيه هبدا ابص للفاتوره الاستيراديه وابدا اطلع المنتجات بتاعتي للخارج. ونتيجه لذلك احنا عندنا العام الماضي حققنا قصه نجاح كبيره جدا. يعني لاول مره بفضل الله سبحانه وتعالى في تاريخ جمهوريه مصر العربيه او في الجمهوريه الجديده ان مصر تصدر في عام واحد 9.5 مليون طن من المنتجات الزراعيه. قيمتهم التسويقيه بلغت 11 مليار دولار. يعني ده احنا بنعتبره مصدر من مصادر العمله الدولاريه مصر بتستفيد بيه في خطه التنميه الاقتصاديه 2030. وبناء على هذه الارقام وهذه المعطيات او قصص النجاح اللي اتحققت العام الماضي، الدوله المصريه بتستهدف في 2030 يعني بعد 4 سنوات من الان ان احنا هنرفع الصادرات الزراعيه من 11 مليار ل 20 مليار دولار. تمام. طيب امبارح انا قرات على موقع، كان في على موقع رئاسه مجلس الوزراء بيتكلموا ان الاسبوع الماضي من يوم 13 ليوم 19 يونيو 180 ألف طن من المنتجات الزراعية تم تصديرها عن طريق 123 شركة مصرية. رقم كبير جدا. جميل. الدولة المصرية المنتجات دي بتطلع بتجيب لي دولار بستخدمه في خطة التنمية الاقتصادية. رقم اتنين، أنا دايما لما بصدر أي منتج أنا بصدر منتج يعني بيكون 80% منه عامل اكتفاء ذاتي زي الخضر الصيفية والشتوية والموالح. يعني على سبيل المثال احنا مصدرين العام الماضي 2.4 مليون طن من الموالح، مصدرين 300 ألف طن من البطاطس، مصدرين 250 ألف طن من البصل، مصدرين 156 ألف طن من الرمان. دول أعلى 5 محاصيل في القيمة التصديرية، والمنتجات دي وصلت 167 دولة. يعني تقريبا احنا بنصدر منتجات طازة، منتجات طازجة ومنتجات جافة تقريبا ل 405 دولة. ومن شهرين كده كنا قرأنا معلومات او كان في تصاريح رسميه صادره عن وزاره الزراعه ان الحجر الزراعي نجح في فتح اسواق جديده في منطقه البحر الكاريبي ومناطق شرق اسيا واوروبا. وبالتالي انا ما بعتمدش على منطقه واحده في تصدير المنتجات الزراعيه. يعني انا لو بعتمد على منطقه زي منطقه الخليج العربي بس وحصل مشاكل زي ما الحرب في الخليج العربي ومضيق هرمز، انا كانت سلاسل الامداد الغذائي توقفت وسلاسل الامداد البترولي وكان حصل شبه اغلاق. وبالتالي انا لو بعتمد على دوله او دولتين في تصدير المنتجات بتاعتي في حاله التوترات الجيوسياسيه انا مش هعرف اصدر اي حاجه. وبالتالي انا لما بنوع المصادر انا كدوله بيكون عندي رفاهيه الاختيار. واحنا شفنا القرار ده قبل كده في عام 2020 لما قامت الحرب الروسيه الاوكرانيه وروسيا علقت العمل باتفاقيه الحبوب في البحر الاسود. 45% من الحاصلات الزراعيه او من الحبوب على مستوى العالم تاثرت. كانت في دول هتدخل في مجاعات. يعني لولا التدخل العالمي وان بداوا يحتووا الازمه وبدا سلاسل الامداد الغذائي تتيسر على مستوى العالم. وده بيكون ده نهج. يعني القصه اللي احنا بنتكلم فيها او الموضوع ده لا، ده قصص نجاح الدوله المصريه بتكتبها في التاريخ، قصص نجاح كبيره جدا. وان شاء الله نصل للهدف بتاعنا ان احنا نحقق السياده الغذائيه من المحاصيل القوميه الاستراتيجيه اللي الدوله بتستهدفها في الفترات الاخيره ان شاء الله. ازاي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الموجودة في مصر تقدر تتواكب مع هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتتحول لمشروعات خضراء دون ان يحصل تكبد تكاليف بتفوق طاقة اصحاب هذه المشروعات؟ تمام. خلينا نقول بس ان الدولة المصرية ادرجت البعد البيئي ضمن خطة التنمية الاقتصادية. تمام. يعني جهاز مشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل هذه الامور عشان ان انا مثلا ابدا اخد تمويل من الدوله وابدا اعمل مشروع بتاعي. اي مشروع انا هنفذه في اي قطاع من القطاعات الصناعيه او القطاعات الزراعيه او قطاع التسمين والتربيه والامور دي كلها، كل القطاعات اللي الدوله بتدعمها، الدوله بتدعم اللي هو ايه، اللي هو تنفيذ البعد البيئي والاثر البيئي والكلام ده كله من اجل الاستدامه. تمام. وبيكون في نوع من الارشاد. تمام. طبعا المواطن المصري او صاحب الاعمال لما بيتعاقد على هذه المشروع بيكون في يعني زي توجيه او ارشاد تبع الدوله بيبدا يوجهه لسلوكيات صحيحه، بيبقى في بروتوكول وخطه عمل متفق عليها لتنفيذ مثل هذه الامور. ان الدوله المصريه تدرج البعد البيئي في خطه التنميه الاقتصاديه او في خطه مصر 2030 ده شيء كويس جدا وبيتماشى مع خطه العالم مع 17 هدف اممي لتحقيق التنميه المستدامه وتحقيق الامن لجميع شعوب العالم. بنسمع في السوق المصرفي المصري مصطلح السندات الخضراء.
يعني مؤخرا بقينا نسمع عنها كتير. ازاي بتساهم هذه السندات الخضراء في تمويل مثل هذه المشروعات العملاقة؟ تمام. احنا لما قلنا ان الدولة المصرية ادرجت البعد البيئي او الاقتصاد الاخضر في خطة التنمية المستدامة، يعني الدولة عايزة تتحول زي موضوع التحول الرقمي والشمول المالي والكلام ده كله. الدولة عايزة كل المشروعات تبقى صديقة للبيئة، وبالتالي كل سندات التمويل او كل السندات اللي هتبقى موجودة هنطلق عليها السندات الخضراء. يعني انا مش هدعم مشروعات الا لما تكون المشروعات دي صديقة للبيئة. يعني انت كمستثمر او كمواطن عايز تستفيد بتمويل عشان تنفذ حاجة معينة، انا مش هديك تمويل الا اذا كان المشروع ده صديق للبيئة عشان يتماشى مع خطة الدولة وما بقاش شغال بشكل فردي، لان هو ده طوق النجاة الوحيد. لان انت في النهاية هتوصل لفاينل برودكت، المنتج بتاعك دوت عشان ينافس وعشان يبقى مطابق للمعايير العالمية ويمتثل لهيئة سلامة الغذاء والمعهد القومي للتغذية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والامور دي كلها، انا لازم اطبق هذه المعايير. وبالتالي بدأ التوسع في موضوع السندات الخضراء لتشجيع تحول المواطن المصري وتشجيع رجال الأعمال وصغار المستثمرين على مثل هذه الأمور. بما ان طبعا حضرتك استاذ بكلية العلوم، هل ممكن التحول الاخضر ده يقدر يقدم حلول مبتكرة لحل بعض المشكلات او بعض الازمات، زي مثلا ندرة المياه، زي تلوث التربة؟ تمام. يعني هو الهدف اساسا من الاقتصاد الاخضر حاجتين. يعني لو انا بتكلم على القطاع الزراعي والقطاع المائي، ان انا احافظ على المياه والتربه. انا المشكله اصلا اللي بتقابلني على مستوى العالم هو محدوديه الاراضي الصالحه للزراعه. لو جينا نبص لكوكب الارض هنلاقي ان كوكب الارض 62% من مكوناته ميه. طب ال 38% اللي باقيين عباره عن ربع وربع وربع، عباره عن 3/4. ربع عباره عن مجتمعات حضريه، وربع عبارة عن تضاريس غير صالحة للزراعة، وربع الباقي هو اللي صالح للزراعة، يعني ربع ال 32%. تمام. طيب احنا في كل سنة بنفقد أراضي خصبة بسبب ظواهر التصحر والتغيرات المناخية والجفاف والفيضانات وكل هذه الأمور. أنا عشان أتحول للنقطة ديت أنا لازم أحافظ على المصدر اللي موجود عندي، وان انا ابدا ان انا اتبع اساليب جديده وابدا اتكيف في مواجهه مثل هذه الظواهر والتغيرات، وده اللي الدول كلها بدات تتجه عليه. يعني هتلاقي دلوقتي حاليا في ترند طالع اسمه التوسع الافقي، ان انا ازود مساحه الاراضي الصالحه للزراعه. انا فعلا عندي محدوديه للاراضي الصالحه للزراعه، اما لبعدها عن موارد المياه، واما بسبب التضاريس المناخيه او بسبب ندره المياه. طب موضوع المياه، مصر حجم الزمام الزراعي في مصر زاد 3 مليون فدان. احنا زودنا نصف المساحه بتاعت مصر. ده في خلال قد ايه؟ من عام 2014 لعام 2025. يعني بدايه من عام 2014 مصر كانت بتمتلك 6.3 مليون فدان فقط. وكان طول عمرنا من ايام مينا موحد القطرين الى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي او الجمهوريه الجديده، احنا كلنا عايشين على 5.5% من مساحه مصر الاجماليه اللي هي منطقه الدلتا وادي النيل، ما بنتحركش عن منطقه الدلتا وادي النيل. بدات الدوله المصريه طبقا لعده عوامل، منها زياده عدد السكان والديموغرافيا السكانيه. احنا وصلنا طبقا لتعليمات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء وصلنا تقريبا 107 مليون مواطن. بدانا نتوسع افريقيا، بدانا نسيب الدلتا وادي النيل، بدانا نتجه الى الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه، ونتج عن ذلك ان احنا عملنا 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديده، واستصلحنا 700 الف فدان في منطقه سيناء، وعملنا مشروع الريف المصري الجديد والمليون ونص مليون فدان، وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه او الزراعات المحميه بتاع القوات المسلحه. تمام. كل ده توسع افقي. هل انا بدون ما احل ازمه المياه كنت هقدر اعمل المشروعات دي كلها؟ معروف ان المياه عامل اساسي في تنظيم عمليات النمو للمحاصيل. المحصول بدون ميه مش هيقدر ينمو ولا يقدر يديني الانتاجيه ولا يبقى في محصول اصلا. صح. طب احنا كدوله مصريه وخصوصا في مشكله سد النهضه عندنا مشكله في الموارد المائيه. مصر بيجي لها سنويا 55.5 مليار متر مكعب من المياه. الحصه دي مش مكفيانا احنا كعنصر بشري. طب هتكفيني ازاي عشان اتوسع في الرقعه الزراعيه؟ كان في حلول بديله ان الدولة المصرية تتوسع في موضوع تبطين الترع والمجاري والانهار المائية، عشان ان انا احافظ على المية بتاعتي ما تتسربش لبطن الارض. رقم 2 ان انا اتوسع في محطات معالجة الصرف الزراعي والصناعي والصحي. رقم 3 ان انا اتوسع في محطات معالجة المياه المالحة. رقم 4 ان انا اقلل الفقد في المياه، يعني المية اللي بتيجي من المنابع الاستوائية زي عطبرة والسباط والنيل الازرق وبحيرات تانا وطنجانيكا وفيكتوريا، كل المياه بتاعتنا بتيجي من المنابع الاستوائية. اصلا بيحصل ارتفاع درجه الحراره بيعمل بخر للميه، وبالتالي في كميات كبيره اصلا احنا بنفقدها.
من هذه المياه. فبدات الدوله المصريه بدات تدور على طرق صديقه للبيئه واساليب جديده ان انا ازود الموارد المائيه بتاعتي للقطاع البشري للشرب، او وطبعا والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي وكل هذه الامور، وفي نفس الوقت ان انا اتوسع افقيا في زياده مساحه الاراضي الصالحه للزراعه عشان احقق الامن الغذائي واحقق الغذاء والمعيشه للشعب المصري. فكل دي جهود احنا نشكر عليها الدوله اصلا، وان شاء الله يعني المواطن المصري برضو هو التضخم العالمي مخلي المواطن ما بيشعرش بتحسن كبير، ولكن ان شاء الله الموضوع ده على فكره الموضوع ده على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. أكيد. الازمات العالميه والتضخم وارتفاع الاسعار واسعار الشحن والامور دي كلها، ولكن خلال الفترات القادمه ان شاء الله هيبقى في انفراجه كويسه هتخلي المواطن المصري يشعر بالارتياح في هذه القطاعات. الانتقال الكامل نحو الاقتصاد الأخضر بيتطلب بنية تحتية قوية، بيتطلب أيضا ما بين قوسين تشريعات مرنة علشان نقدر ان احنا نحقق المرجو منه او الاهداف المرجوه. يعني ابرز التحديات التشريعيه والتحديات او التنفيذيه يعني اللي ما زالت بتواجهنا علشان نسرع شويه من وتيره هذا التحول نحو الاقتصاد الاخضر. تمام. السلطه التشريعيه عندنا في مصر احنا في عندنا غرفتين. الغرفه الاولى مجلس النواب، والغرفه الثانيه مجلس الشيوخ. هم اللي منوط بيهم اصدار التشريعات اللازمه للحفاظ على القطر المصري من التلوث والانبعاثات الكربونيه، وفي نفس الوقت منوط بيهم اصدار التشريعات اللي هي تشجع على الاستثمار وتشجع المستثمرين وتحل المشاكل اللي موجوده. اعتقد ان في تقصير في هذا الجانب. يعني احنا النائب او مجلس النواب او مجلس الشيوخ المفروض ان دوره ان هو يصدر تشريعات تكون في صالح المواطن اولا وفي صالح الدولة ثانيا. تمام. فالمفروض ان احنا نتوسع في هذا الجانب، والمفروض ان احنا نشوف تشريعات اكثر على ارض الواقع يعني شايف تساهم في حل مشاكل المصري. ما فيش اهتمام او ما فيش تركيز في بس شوية. ما وصلناش للنسبة اللي احنا عايزينها. يعني ما نقدرش نقول ما فيش، ما وصلناش للنسبة. محتاجين ان احنا نتكلم اكتر في الموضوع دوت، ومحتاجين ان احنا نشوف الناس بره بتعمل ايه ونبدأ ننقل التجربة دي هنا. يعني محتاجين نعمل محاكاة للدول اللي ناجحة في الامور دي في الخارج. في نفس الوقت لان انا برضو انا عايز احافظ على القطر المصري. خليني اقول لحضرتك ان احنا ما عندناش كوكب بديل لكوكب الارض طبعا، وبالتالي لا توجد لدينا خطة بديلة، بمعنى ان احنا هنحافظ على كوكب الارض هنحافظ عليه. واحنا كدولة من ضمن الدول المشتركة في الامم المتحدة منوط بينا ان المنطقة اللي هي تحت سيادتنا ان احنا نحافظ عليها. صحيح. طيب التحول برضو الأخضر عشان يعني نكون منصفين هو مش جهد حكومي بس، ولكن هو سلوك مواطن. ازاي ان انا اقدر ازرع ثقافة الاستهلاك الأخضر لدى المواطن المصري، خصوصا ان احنا عندنا موروثات كده وموروثات موجودة عندنا في المجتمع المصري في أبسط المواقف اليومية في الحياة اليومية بنعملها بتبقى بتضر بشكل او باخر على المدى القريب او المدى البعيد. ازاي ان انا اقدر ان انا ازرع ثقافة الاستهلاك الاخضر عند المواطن المصري؟ تمام. في الحقيقة النقطة دي نقطة مهمة جدا، والنقطة دي في اكتر من جهة بيشتركوا فيها. يعني احنا محتاجين الى زيادة حملات التوعية والتثقيف للمواطن المصري. يعني محتاجين نعمل حملات في التعليم ما قبل الجامعي، محتاجين نعمل حملات في التعليم الجامعي، ومحتاجين ننتشر في النوادي والساحات الشعبية ومراكز الشباب وكل الأمور اللي هي فيها تجمعات للمواطنين المصريين وبيوت الثقافة والأمور دي كلها. خلينا بس نثني إن الدولة المصرية بدأت تنفذ بعض هذه الفعاليات، زي فعاليات اتحضر للأخضر وازرع 100 مليون شجرة في القطر المصري، وإن احنا نبدأ نحافظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي، والحملات اللي احنا بنبدأ نشوفها في الإعلام المرئي والإعلام المسموع، وكل دي جهود احنا بنشكرهم عليها. هل محتاجين نطور في المناهج التعليمية مثلا في المدارس الجامعات علشان تواكب التطور؟ طبعا المناهج التعليمية على الأقل يبقى في وحدة مثلا في مقرر مثلا زي مقرر العلوم، او في بعض المواد مثلا اللي في مستشارين في وزاره التربيه والتعليم يقدروا ان هم يقترحوا الموضوع دوت، ونبدا ان احنا نوعي الطلاب بتوعنا بالقضيه البيئيه اللي هتلتهم كوكب الارض، لان كوكب الارض مسؤوليه مشتركه لينا كلنا، لان احنا نحافظ عليه. رقم 2 ان احنا برضو الموضوع مش ان انا اعمل حملات في الاعلام وان انا اوعي الشعب بس، لا انا لازم انتقل على ارض الواقع الى التنفيذ، ان انا ابدا اعمل زيارات للقرى والمدن، وان انا ابدا زي موضوع الرائدات الريفيات والكلام ده كله، ابدا اشتغل ارشاد على ارشاد
ارشاد توجيهي وارشاد تعليمي على المواطنين، وابدا اوجههم لسلوكيات معينه، ازاي يتخلص من النفايات بتاعته، ازاي يفرز النفايات بتاعته اللي هي المخلفات البيئيه، ازاي نرشد استخدام الميه، ازاي الفلاح البسيط وهو بيزرع ارضه يبعد عن المبيدات الكيميائيه الخطره لانها بتاثر على المنتج الزراعي اللي المواطن يستهلكه، وبتاثر على البيئه. كل هذه الامور بتحتاج ان احنا نطبق توجيهات ونبدا نزود من الممارسات، لان الممارسات هي اللي هتدي عندي مهاره وهتدي عندي نتيجه. يبقى الموضوع مش هيقتصر بس على الاعلام، لا، الموضوع ان احنا نتحرك على ارض الواقع ونبدا نعمل حوافز ومكافآت للناس اللي هتلتزم اكتر، وفي نفس الوقت يكون في سياسه الثواب والعقاب. برضه اللي مش هيلتزم احنا هنبدا ناخد معاه اكشن، ونبدا نقول له خلي بالك انت كده مش بتضر بنفسك بس، انت بتضر بينا كلنا، لان كلنا في مركب واحد وعايزين نحافظ على القطر المصري او عايزين نحافظ على كوكب الارض. تمام. اخيرا دكتور اسلام، تقييم حضرتك لترتيب مصر وتجربتها الحالية مقارنة بالدول الناشئة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال التحول الأخضر. تمام. خليني أقول لحضرتك يعني مصر تعتبر من افضل 25 او 30 دوله على مستوى العالم في مجال التحول الاخضر، بدليل بالارقام. يعني احنا مش بنقول اي كلام وبس، بدليل ان احنا عندنا 3 مليون فدان زياده في الرقعه الزراعيه. 3 مليون فدان دول بيعتبروا سله غذاء للشعب المصري وللعالم. الصادرات الزراعية المصرية عندنا صدرنا تقريبا 9.5 مليون طن العام الماضي، وبنستهدف العام الحالي ان احنا نوصل 11 مليون طن. عندنا بقى في توفر في المحاصيل طوال العام. الدولة المصرية بتطبق مشاريع مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للتنمية في التحول إلى الري الحديث اللي هو السمارت اجريجيشن، وإن احنا نقضي على الأساليب التقليدية اللي موجودة. مصر تحولت بعد عام 2022 من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ في مجال الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. كل هذه المشروعات وآخرها مصنع الهيدروجين الأخضر اللي مصر عملته في المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، المشروع اللي هو بيصدر هيدروجين أخضر وأمونيا لأوروبا. يعني لسه في توكيل ألماني كان عامل عقد مع مصنع الهيدروجين الأخضر، فاز يعني بمشروع لتمويل لشراء الهيدروجين الأخضر والأمونيا ب 398 مليون يورو لمدة 9 سنوات. فكل هذه المشاريع اللي مصر بدأت تتحول فيها للاقتصاد الأخضر بتدل أن مصر قادمة وبقوة في هذا المجال، وأن مصر وضعت نصب أعينها التخلص من التحديات البيئية والقضايا البيئية التي تؤثر على القطر المصري بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوجه إلى الاستدامة. بشكر حضرتك جدا دكتور اسلام قنديل، استاذ النباتات بكليه العلوم جامعه الازهر الشريف. نورتنا يا دكتور، والحقيقه حلقه شيقه جدا على الاقتصاد او عن الاقتصاد الاخضر والتحول للاقتصاد الاخضر. بشكر حضرتك جدا، نورتنا. شكرا جزيلا يا فندم، وشكرا على الاستضافه. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده، بنشكر حضراتكم على المتابعه ونشوفكم على خير باذن الله يوم الاحد اللي جاي، وبكره مع اسره جديده ويوم جديد.